السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونا في المطبخ وتوتا عالية على الفيس. والنهاردة وصفتنا ورقة اللحمة بالبطاطس. وأول ما هنبتدي هنصلي على رسول الله. أول حاجة حطيناها قطعتين من الزبدة وشوية زيت، وحطيناهم على النار في صينية. وبعد كده نزلنا عليهم بالبصل. البصل يا جماعة يدوبك يدبل، مش يتحمر، يدوبك يدبل. وبعد كده حطينا عليهم الفلفل ونقعد نقلب. وبعد كده نحط عليهم مكعبات البطاطس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات لحمه وسماق. واي حاجه انتوا عايزين تحطوها حطوها براحتكم، عايزين اي حاجه تشيلوها برضو شيلوها براحتكم. وبعد كده ننزل عليهم معلقتين صلصه. وبعد كده ننزل باللحمه بتاعتنا. دي لحمه مسلوقه كانت عندي يا جماعه. بعد كده ننزل بعصير الطماطم. ونسيت اوريكم كمان ان انا حطيت رشه سكر صغيره علشان الحموضه. بعد كده نحط عليها معلقتين صويا صوص. ده اختياري يا جماعه، انتوا حطوها اوكي، مش عايزينها شيلوها من الوصفه خالص، ولا هتاثر في اي حاجه. ويا دوبك احنا كل ده حطيناه على النار عشان تبقى المكونات كلها سخنه، عشان لما نيجي نحطها في الفرن. والفرن طبعا ساخن. وبعد كده نحطها في ورق ألمونيا، ونحط عليهم ورق زبده. وبعد كده ننزل عليهم بالخلطه بتاعتنا دي كلها، وننزل عليهم بمعلقتين زيت من فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نقفل عليهم جامد. المهم البخار ما يطلعش بره، عشان البخار ده هو اللي هيسوي الاكل. وحطيناها في الفرن، واول ما تطلع ايه رايكم في الجمال؟ خطيره بجد بجد. بصوا البطاطس دايبه تدوب. جربوها ومش هتندموا. وحلوه جدا وطعمها جميل. انا عملت جنبها رز بشعريه. والله الاكله كانت جميله جدا. ودي كانت وصفتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.